اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي، انا ولا عزت ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل فيه فتة شاورما حلوة قوي، وهنعمل فيه كمان وصفتين بالسمبوسة، وصفة حادقة ووصفة حلو. تمام. الوصفتين دول كانوا طالعين ترند والناس كانت بتجربهم كتير اليومين اللي فاتوا، فتعالوا نشوف هنعملهم ازاي. وهنعمل كمان فتة الشاورما زي ما قلنا. شايفين بقى جمال الوصفة بتاعت الحلو؟ حلوة قوي وطريقتها جميلة جدا وطعمها بجد يجنن يجنن. اول حاجه هنبتدي بالشاورما. انا طبعا قلت لكم الشاورما قبل كده كذا مره، وهسيب لكم برده التتبيله بتاعتها تحت الفيديو. تمام. احنا كنا مفرزينها لو تفتكروا في فيديو التفريزات الشاورما دي. تمام. انا خلاص اعتمدت الطريقه دي، عجبتني جدا. عملت الشاورما بطرق كتيره جدا، بس دي اكتر طريقه يعني بحس ان هي زي بتاعت بره، ان انا بجمدها بالشكل ده كده رول، وببتدي اقطعها بالسكينه شرايح رفيعه. بتديني نفس احساس سيخ الشاورما، والشاورما بتقطع من عليه بره في المحلات زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا عملتها معاكم كتير قبل كده. عملتها لكم سندوتشات، وعملتها لكم فته، وعملتها لكم كذا حاجه. النهارده بقى قلنا نعملها فته. بدات اقطع كده شرايح رفيعه. طبعا انا هي متجمده بسيبها تفك شويه صغيرين عشان تبقى متماسكه مع بعضها. بجيب الطاسه بتاعتي بسخنها كويس جدا، او الجريل اللي عندك. بحط فيها اي ماده دهنيه، ولو عندك ليا بقى بتوديها في حته تانية. الناس اللي ما بتحبش تضيف ليا للاكل مش مشكله خالص، ممكن انزل على طول. يا سلام لو الزيت كان زيت زيتون برضو، لو انتي مش حابه تحطي ليا، او اي زيت عادي لو مفيش زيت زيتون يعني. بنزل بالشرايح زي ما انتي حابه حابه. بملى بيها الطاسه. ببتدي، هي ما بتاخدش ثواني يا جماعه، يعني بتحطي ثواني على الطاسه. بقلبها وبعد كده اشيلهم واحط غيرهم، وهكذا لحد لما اخلص الكميه اللي عندي. انتوا عارفين الفراخ بتستوي بسرعه جدا، يدوبك تتلسع من ناحيتين وخلاص. اول ما اخدت لون ببتدي بقى ايه اقلبها الناحيه التانيه، برضه تاخد لون من الناحيه التانيه. يبقى كده خلاص هي بقت جاهزه معايا. ريحتها بقى مش قادره اقول لكم تحفه جدا جدا جدا. اهي اتلسعت بقى من ناحيتين، عايزين كمان الفحها اكتر من كده مفيش مشكله. ابتدي بقى اغرفهم في طبق، واحط كمان غيرهم. انا بس بوضح لك الفكره. تمام. حسيت ان الماده الدهنيه قلت شويه، ممكن نضيفها تاني، او قطعتين برضو من اللي هي زي ما قلنا في الاول. تمام. خلاص كده خلصت معايا. هعمل بقى شويه الرز بتوع الايه الفته. هنزل بشويه زيت، وبعدين بكون غاسله الرز بقى الكميه اللي انت حابه تعمليها. انا استخدمت رز مصري عادي خالص. عايزه تعملي ببسمتي برضو مفيش مشكله. مش بشوحه كويس زي ما انتوا شايفين كده. بضيف له ميه مغليه او ممكن ميه عاديه، بس المغليه بتسهل كتير. مقدار الرز بتاعك بتاع الميه العادي خالص اللي انت بتستخدميه. انا في الغالب الرز المصري بضيف له كوبايه وربع ميه. وضفت لون اصفر. اللون الاصفر ده بيتجاب من عند العطار. ما تقوليش بقى بحط كركم بحط الكلام ده، لا 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 لا، هو اللون الاصفر ده مش بيدي طعم مختلف. تمام. وهنزل كمان بمرقه دجاج. برضو مش حابه تستخدمي مرقه الدجاج، خلاص انا استخدمت 2 اللي تقريبا كوبايتين او 3 رز، مش فاكره بصراحه، بس هما 3. ما ضفتش ملح في الغالب لانها هي حادقه طبعا. تمام. وهسيبه لحد لما يتشرب ويستوي. كده الرز معايا خلص. جبت بقى الخبز بتاع الشاورما. زي ما انتوا شايفين كده. ممكن استخدمه، وممكن استخدم الخبز الشامي برضو في الفتة. ممكن الاتنين. ببتدي بقى اقطعه مربعات كده، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في الوقت ده بقى بكون مسخنه طاسه فيها زيت، وبنزل بقى بالايه بالعيش اللي انا قطعته ده، وابتدي احمره. ده عيش الفتة بتاعتي. مجرد بقى ما اتحمر واخد لون ببتدي ارفعه من الزيت.
طبعًا أنا عملت معاكم التومية كتير جدًا، 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 جدًا. هاسيب لكم برضه إن شاء الله الفيديو تحت، وممكن أسيب لكم برضه الطريقة تحت الفيديو برضه، عشان لو حبيتوا ترجعوا لها والّا حاجة، طريقتها جميلة جدًا، جدًا، جدًا بجد، طعمها حلو أوي، يا ريت تجربوها. طبعًا أنا ما صورتهاش من أولها ولا حاجة، ده الجزء الأخير لإن أنا عملتها معاكم قبل كده. كنت باضيف له الليمون والتوم والخل، وأضيف كمان الزيت بالتدريج، بتبقى معايا أحلى تومية، بجد من أحلى الوصفات اللي جربتها للتومية. وزي ما قُلت لكم هاسيب لكم الفيديو تحت. هابتدي بقى خلاص جهّزت كل حاجتي، هابتدي أجهّز بقى الفتة بتاعتي. هاحط طبعًا العيش تحت. في ناس أحيانًا تعمل كمان صوص طماطم كده، بتحطه كمان مع فتة مع التومية على الفتة، باشوفه في بعض المحلات. هو أنا مش عارفة الصراحة دي الطريقة الصح والّا دي، بس أنا الصراحة ما باحبش أحطها. نزلت بقى بالتومية كده، يعني لو حد معانا سوري أو حاجة وعارف ممكن يقول لنا في التعليقات. إحنا طبعًا يا جماعة بنجرّب وصفات السورية، طبعًا ممكن ما نبقاش أكثر خبرة فيها، بس بنحب طبعًا الأكلات العربية كلّها إن إحنا نجرّبها. يعني لو في أي خطأ حصل مننا في أي وصفة، بتبقى عشان إحنا مش طبعًا مش أهل البلد ولا عارفينها كويس زي أهل البلد طبعًا، بس طبعًا بنحب نجرّب كل الوصفات العربية. بعد ما نزلت بقى بالرز، نزلت كمان بالشاورما. ممكن كده خلاص الفتة بتاعتي تبقى جاهزة، ممكن أعمل عليها خطوط بالتومية من على الوش كده كتجميل. ممكن أنا قُلت بقى إيه، أحط كمان العيش على الوش داير ما يدور كده. بس الصراحة بعد ما حطيته حسيت إن هي من غير العيش على الوش كانت أحلى كمان. دي شكلها في النهاية. غرفت كمان التومية في طبق علشان ناكلها، تحفة جدًا. استنوا بقى ما تقفلوش عشان في وصفات تانية معانا في نفس الفيديو. زي ما قُلت لكم هنعمل السمبوسة بطريقتين، واحدة حادق وواحدة حلو. أول حاجة بقى هنعمل حشوة جديدة للسمبوسة كنت شُفتها كتير قُلت أجرّبها. نزلت بمعلقة زبدة أو سمنة بلدي، ونزلت عليها بإيه، بمعلقتين دقيق، كأني باعمل بشاميل بالضبط. تمام. وبعدين هانزل عليهم بشوية لبن، كأني باعمل البشاميل زي ما قُلت لكم، بالشكل ده، وهاقلب لحد لمّا القوام يتكاثف. بعد ما القوام تكاثف شوية، نزلت بالجبنة بقى، جبنة موتزاريلا، عندِك تشكيلة جبن يبقى أفضل كمان، لو عندِك مشكّل جبن، عشان بتدّيها طعم أقوى شوية. تمام. ونزلت كمان بحبة البركة. باسيبها بقى لحد لمّا تتكاثف أوي والقوام يتقل زيادة، يعني بيبقى أتقل من البشاميل بكتير. خلاص؟ زي ما أنتم شايفين كده بُصّوا، كمان لمّا بردت أتقل من البشاميل بكتير جدًا. ما تخلّوهاش مميمية أوي، علشان خاطر هتطلع مش سمبوسة، مش هتنفع. جِبت بقى السمبوسة أهي بتاعتي، وابتدي أحشيها بقى بالخليط اللي أنا عملته ده، لمّا بِرِد طبعًا. هي طالعة جميلة على فكرة وحلوة جدًا، بس حاسّاها كان الطعم المفروض يبقى أقوى من كده شوية. كنا عامليناه بجبن مختلفة، جبنة شيدر، جبنة رومي، كان هيبقى أحلى وأحلى. بس هي طعمها حلو جدًا على فكرة. باعمله بقى بالصمغ اللي بنعمل له السمبوسة ده، اللي هو الدقيق بالمَيّة وخلاص. بُصّوا بقى بعد ما اتحمّرت، حمّرتها طبعًا، بس هي المفروض تشِد، أنا باشوف في الفيديوهات بتشِد أوي، بس بتاعتي مش عارفة ما شدِّتش ليه، ممكن الجبنة كانت قليلة، الموتزاريلا مش عارفة، بس هي عمومًا وصفة لذيذة يعني وحلوة. تمام. الوصفة التانية الحلوة بقى، بُصّوا أنا باقطع العجينة بتاع السمبوسة كده زي مثلثات كده بالطول كده، يعني باجيب الشريحة واعملها بالورب كده، باقطعها بالورب فبتطلع شكل مثلث. هي طبعًا بنتي اللي كانت بتعمل الوصفة دي، بس أنا خلّيتها راحت تجيب حاجة وأنا إيه، قُلت أورّيكم هي عملتها إزاي، هي جابتها من على النت وقالت إيه أنا هاجرّبها. فطبعًا كانت قطّعته وكل حاجة، فما عرفتش أورّيكم الحتّة اللي هي بتاعة التقطيعة دي. أنا قُلت بس ألِف معاكم واحدة كده أورّيكم الفكرة عاملة إزاي، بس هي طعمها بجد يجنن، 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 خطيرة جدًا الوصفة دي.
هي حشيتها بقى جبنة كيري وبلح، البلح ده اللي هو البلح العجوة ده التمر الطري ده متفصص كده، وحطينا معاه كمان جبنة كيري، ولفيناها كده رول كده، طبعًا قفلناها من الجناب من فوق خالص، ولزقناها بالصمغ بتاعنا اللي إحنا عاملينه بالدقيق والمَيّة ده، وخلاص نخلّص الكمية على كده، تمام كده؟ تمام. ممكن على فكرة نحشيها بلح بس مش لازم جبنة، ممكن في ناس أنا شُفت ناس كتير سايبينها فاضية، وبعد كده حمّرتها، وبعد ما حمّرتها رشِّت عليها سُكّر وقرفة، تمام. وكانت عاملة كمان الصوص بتاع السينابون، لو ترجعوا لفطيرة السينابون اللي أنا كنت عاملاها في صوص كده كنت حطيته عليها، نفس الصوص ده هو، ممكن برضه أسيبه لكم تحت الفيديو. عملته وصبِّته عليها تحفة جدًا، جرّبوه بجد الوصفتين حلوين أوي، يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم.